لكل واحدة بتحب الراجل المؤذي التوكسيك الحلو الباد بوي ده. تعال، الراجل اللي هو توكسيك ده بيعدي مع البنت ب3 مراحل. واحد، مرحلة استحمليني، ما هو اصلا مختارها علشان تستحمله، يحكي لها مشاكله، تحل له عقد طفولته ويعلقها بيه، لان هي بالنسبة له المنقذة من هذا العالم السيء. فجأة حياتها بتتحول لازاي اهتم بيه، احل مشاكله، وكأنها ملهاش اي حقوق عنده، اصل جواه حاجة حلوة. المرحلة التانية مرحلة إلقاء اللوم عليها، ما هي من كتر ما بتحاول تصلحه زهق، فبقت لما تنصحه يتعصب عليها، ولو زهقت واتخانقت معاه يبقى هي مش البنت اللطيفة الكيوت اللي اتعرف عليها في أول العلاقة، ويبتدي يلومها ويزعق لها ويهينها كمان في بعض الأحيان، بس بيرجع يصالحها علشان ترجع ترعاه وتستحمله وتحل مشاكل، ويدخل على المرحلة الثالثة، مرحلة البحث عن البديل. ما هي البنت في الآخر بتخنق وتتعب، بتفوق، بتحس انها استهلكت وادمنته، وادمانها ليه بدأ ينسحب منها بشكل تدريجي. يروح هو على طول مدور على البديل، واحدة لذيذة كيوت تانية عندها استعداد تسمعه وتحل مشاكله وترعاه. فيا ست الكل بلاش تختاري من الاول الراجل التوكسيك، انتي تستاهلي واحد يحبك، يسمعك، يحتويكي ويحل مشاكلك برضه. وعلى فكرة you can't fix him، الكلام ده من كتاب عندما تحب النساء اكثر مما ينبغي.